الناس اللي عماله تقول بطوله المغرب مفيش اقبال جماهيري ولا اي حاجه، يا سيدي قبح الله الفقر. ما تقعدش تقول لي، ما تعمل لي مقارنات ما بين البطوله بتاعه قطر في كاس العرب والبطوله بتاعه المغرب، لان بطوله قطر في كاس العرب ما كانش بيحضر فيها القطريين يا حبيبي الا في مبارياتهم فقط. يعني شفنا المنتخب العراقي، جمهور عراقي، اردني، جزائري، مصري، واخد بالك، سعودي. انما هنا في القاره الافريقيه احنا اسمنا القاره الفقيره. فالدوله بتاعه المغرب هتعمل ايه؟ هتروح تجيب الافارقه بتوع الكونغو وبتوع السنغال ونيجيريا وبنين وتعالوا احضروا غصب عنكم؟ الناس ما معهاش فلوس. وانا لو واحد مغربي واخد بالك انا مش مجبر يا بابا اروح اتفرج على مباراه بتاعت الكونغو وبنين. هشجع مين انا ولا مين يعرفني؟ ولا مجبر اروح احضر مقابله بتاعت السنغال وبتسوانا ولا نيجيريا وتنزانيا. فالنهارده وانت بتتفرج على الحضور الجماهيري لمنتخباتنا العربيه انا راضي عنه بنسبه 100%. شفنا الجمهور المغربي امبارح في المباراه بتاعت مصر تقريبا كده وصل عددهم 24 او 28 الف مشجع، يعني تقريبا كده ملوا الملعب بنسبه 75%. شفنا النهارده الجمهور المغربي مع الجمهور التونسي في المباراه، شكل الجمهور يفرح. لحد دلوقتي في اكتر من 130 الف مشجع قدروا ان هم يحضروا البطوله، وصدقني البطوله دي هتتخطى واخد بالك عدد المليون مشجع. فانا بقى مش عايزين نقعد نزايد على بعض ونقعد نقول اصلك مش عارف الجمهور واصلك البطوله واخد بالك ما عليهاش اقبال وبتاع. اتفرج على التنظيم الجميل اللي عمله دوله المغرب، اتفرج على مستوى الملاعب رغم ان الامطار ما بتبطلش، ولكن في اجهزه صرف واخد بالك ذكيه بتقدر تشفط واخد بالك الميه من الارضيه وتلاقي ان الكره بتمشي ولا اي حاجه. يعني المطر والاجواء اللي موجوده في المغرب ما قدرتش ان هي تفسد متعه كره القدم. انت بتتفرج على كل حاجه تمام، والناس تصوير جميل، حضور جميل، وكل حاجه تنظيم رائع جدا. شفنا الملاعب كلها بسم الله ما شاء الله، ملاعب هي الاجمل في القاره الافريقيه. اتمنى الجماعه بتوع انا اعترض اذا انا موجود، حضرتك لو مش هتعرف تقول كلمه حلوه وسع كده وسيب غيرك يقولها.